الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه كيكة ولا شاورما؟ هي شاورما بس على شكل كيك يعني. نفذ الشيف يا حبيبي. شاورما يا مان، شاورما يا جماعة. أحلام سعد تحققت هنا. هي بطاطس. رغم اللغويص يا شيخ. اليوم درزن اخبار، تمام؟ درزن، تعرفون ايش معنى درزن اخبار؟ انا ماني قادر، حلو؟ على طول اليوم اخبار كذا بسرعه، على طول راح ندخل الخبر ثم الخبر اللي بعده ثم الخبر اللي بعده ثم الخبر اللي بعده، ما راح اوقف لكم على طول. اول خبر الان، تمام؟ اول خبر، شوفوا شلون ببدا لكم البث كم بادي الحين، على طول ببدا لكم خبر. اول شيء امجد المشرفين عيد ميلادي وينامون بعيد ميلادي، قسم بالله انا ما يصدموني. انا اول مره اخذ موقف من اصدقائي هذول، نسوا كل اللي بيننا، معقوله؟ خلاص يعني. حسب الصعدين رجعني ما خلص، رجعني ما بدك يلا تخلوني هذا هذا كبرك درزي هذا ما شاء الله فاتتكم الطلعة. تخيلوا القطية ب50، ما شاء الله ما صارت ولا استوت صراحة. أول مرة بالحياة ما أعرف. لا تسوي سكيب، المقطع هذا بيطلع للكل والدال على الخير كفاعله، فسوي اكسبلور لهذا المقطع كثر الله خيرك. شفتوا الضيقة هذه اللي تجي فجأة بدون أي سبب يعني من أمور الدنيا؟ ترى هذه الضيقة تكون رسالة من الله عز وجل لك أنت يا فلان. أنا كانت تراودني هذه الضيقة كثير، وكنت يعني أراجع أمور حياتي سويت أنا عشان أتضايق، ما في أي يعني جواب كان مقنع لي، لكن أنا أخطأت لأني راجعت علاقتي مع الدنيا قبل لا أراجع علاقتي مع الله عز وجل. فأنا هنا أخطأت وراجعت علاقتي مع الدنيا قبل لا أراجع علاقتي مع الله عز وجل. لذلك يا جماعة الخير أتمنى أن هذا المقطع يطلع اكسبلور للكل. والله وبالله وتالله أي ضيقة تجيك فجأة بدون أي سبب، أول حاجة تسويها أنك تراجع علاقتك مع الله. وهذه الضيقة ترى كثرت في الفترة الأخيرة، وصرت أشوف الكل يسولف عنها، الضيقة الفجأة. كل اللي عليك تسويه إنك تراجع علاقتك مع الله، تشوف أنت وش مهمل الله فيه. لو كانت صلاتك في وقتها اعلم أن قراءتك للقرآن كانت مثلا ناقصة، أو أنك ما تقرأ قرآن لفترة طويلة. عاود علاقتك في القرآن، إن كانت علاقتك في القرآن والصلاة كويسة جدا عاود علاقاتك مع الصدقة. ممكن أنت كنت إنسان قبل تتصدق وفجأة قطعت عن الصدقة، فكانت هذه إحدى الأمور اللي ممكن تضايق. لذلك عاود الصدقة، مو لازم تتصدق بريال، مو لازم تتصدق بموية، تصدق بابتسامة، إماطة أذى، اللي تقدر عليه سوى. أنا قبل كنت أعود نفسي على قراءة القرآن، وجتني فترة وقطعته، وجتني ضيقة والله العلي العظيم بدون سبب. قد تكلمت عنها في قناتي في التليجرام اسمها مواضيع عبير، تكلمت عن هذا الضيق الفجأة، فما كنت أعرف إيش السبب، وحسيت وكأنه كذا كأن أحد جاني من ورا وقال عبير متى آخر مرة قرأتي القرآن؟ وفعلا أنا هنا أدركت أن الضيق اللي تجي فجأة تكون رسالة من رب العالمين عشان نعاود علاقاتنا معه. ما حد فينا كامل أو إنه يعني يحاول إنه يكمل علاقته مع الله عز وجل، وما حد فينا معصوم عن الغلط، كلنا نغلط ونخطأ. لكن الضيقة اللي فجأة تكون أشد ضيقة من الضيق اللي تكون فيها مثلا تعرف سبب الضيقة اللي فجأة تراها مؤلمة جدا. لذلك يا جماعة الخير إن جتك هذه الضيقة عاود علاقتك مع الله عز وجل في الصلاة، في قراءة القرآن. طبعا الصلاة أين كانت فرض أو نافلة، ففي قراءة القرآن، في الصدقة، في الدعاء، اللي تقدر عليه سوى. وإن جتك الضيقة آخر الليل لا تنسى الوتر، وإن جتك الضيقة في الصباح لا تنسى الضحى. الوتر أجرها عظيم، والله اللي يتركها هو ندمان وخسران. كان الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي كان ملتزم عليها حتى في السفر، فعنده وش عذرك أنت في البيت طالع رايح جالس على الجوال على المسلسلات وإلى آخر. الوتر يا جماعة الخير أقلها ركعة أكثرها 11 ركعة، فما هي منزلة من عمرك شيء، بالعكس تزيدك في الدنيا والآخرة بإذن الله. وآخرا أسأل الله عز وجل أن يرزقكم السعادة. هذا المقطع أتمنى يطلع اكسبلور، لأن صدق أتمنى الكلام يوصل للكل. الضيقة مو لازم تكون بأمر معين في حياتك، الضيقة ممكن تكون من علاقتك مع الله عز وجل، وهذه أهم العلاقات اللي مفروض تعاودها يوميا. فاحسنوا علاقاتكم مع الله عز وجل فإنها أحسن العلاقات. وتذكروا أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خير فله وإن ظن شر فله، فظنوا بالله خير واجعلوا الخير يعني واصلكم بينكم بين رب العالمين. لا تنسون تضيفون حسابي في التيك توك، والرابط في حساباتي
في السوشيال ميديا، فأتمنى أنكم تضيفوني، واستودعتكم الله.